وده كان يومنا. انا اهم حاجة عندي هستأذنكم، ويمكن اول مرة اطلب منكم ده في اول الفيديو، انكم تصلوا على سيدنا محمد، وانكم تسيبوا كومنتاتكم وتعليقاتكم، لان انا فعلا تعبت جدا في الفيديو دوت. الحمد لله، الله المستعان، وربنا يعيني ويصلح حالي ويرزقني، وبحبكم كتير. وحشتوني قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة حل بها العقد وتنفرج بها الكرب ويفتح لنا بها ابواب الفرج. هنا زي ما انتم ما شايفين، جبت 3 فرخات. خليت الراجل خلالي الصدور بتاعت الفراخ، تمام، وخليته جاب لي 3 وراك زي ما هما كده، زي ما انتم ما شايفين، و3 مخليين، وخليته يحط الكبد والقوانص والرقبه والاجنحه لوحدها. تعال نشوف بقى اول وصفه هنعملها النهارده. الاكل ده يكفي اسره مكونه من 4 ل5 افراد، تمام. دي معانا بقى بصلايه، هننزل عليها بشويه ملح، شويه فلفل اسود، ومعلقه عسل، تمام. ولازم تفركيهم بايديكي، وليمونه. لازم يتفركوا كويس قوي بايديكي كده زي ما انت ما شايفه. انا بقى مسكت الفراخ هنا الاول، رحت مقطعاها كده تقطيعه حلوه ومحترمه كده، بصوا اهو. ليه بتعملي الحركه دي؟ عشان ده بيخلي الفراخ شاربه من التتبيله قوي، وبتطلع جميله وخطيره. ودي يعتبر اهوت. هتبل بقى كل جزء كده. ديت انا هعملها تحت صينيه بطاطس وبرام رز في الفرن، بتبقى خطيره، تمام. ادي كده يعتبر اول وجبه احنا عملناه. ما شاء الله، الله اكبر. تاني وجبه اهوت، احنا هنعمل دي الاجنحه والرقبه. دي معانا ملح، ودي فلفل اسود وبابريكا. انتوا لو عارفين الفيديو ده لغايه دلوقتي اتعاد كام مره؟ الحمد لله. هنا اهو دي معلقه البابريكا، وهنحط دلوقتي زعتر، هنحط عليها معلقه توم باودر وبصل باودر، وهنحط معلقه صلصه، ومعلقه ميه البصل الاول حطيناها. نحط معلقه زبادي كبيره، تمام. وهنحط شويه ده دبس رمان وصويا صوص. عايزه اقول لكم التتبيله دي بتبقى مشويه، بتتحط في الفرن مع شويه مكرونه، ده شويه خل وشويه زيت، تمام. وبرضو لازم نعصر الليمونه الصغنونه كده، نص ليمونه صغير كده، برضو مع التتبيله دي بتخليها خطيره. ولما بتتحط في الفرن بقى مع شويه مكرونه بتبقى خطيره وحكايه، ما شاء الله يعني. الله اكبر، الله اكبر. اهوت. ودي كانت معانا تاني وصفه النهارده. ما شاء الله، ربنا يجعلها بالف هنا وشفا. انا هنا كنت نسيت احط الزيت، وادي نص الليمونه اهوت حطيته اهو معاكم. شويه الزيت اهو. دي مشويه في الفرن. ده بقى الوركين المخليين. هنعملهم ايه؟ هنعملهم شيش طاووق. انا الراجل جايبهم بجلدهم. طبعا انا بحب اعمل الاول الشيش طاووق بالوراك، بيبقى احلى وبيبقى جوسي وبيبقى جميل. شلت الجلد كده من عليه بقى، وقطعت كل وركه حوالي 6 قطع. ما شاء الله، يعني عامل كميه حلوه قوي. انا قطعته بالمقص، السكاكين عندي مش احسن حاجه، فرحت مقطعاه بقى بالمقص. يلا بينا نعمل بقى التتبيله بتاعته اهوت. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي معلقه الزبادي وملح، وده الفلفل الاسود. طبعا ملح وفلفل اسود ده اساسي في كل حاجه. هننزل هنا بمعلقه بهارات فراخ، وهننزل عليها بمعلقه توم باودر وبصل باودر برضو، وادي شويه البابريكا. وهننزل هنا بقى بايه؟ نسيت اسمها، قعدت افتكر. شويه مستردة وشويه خل وشويه الزيت، تمام، وشويه هوت صوص، تمام. اهوت. وقلبي بقى، شقلب وقلب، شقلب وقلب، شقلب وقلب، زي ما انتم ما شايفين كده. ما شاء الله، ما شاء الله. حطيناها اهوت بقى في القالب اهو. ودي كانت معانا تالت اكله. نخش دلوقتي على الاكله اللي بعدها. دي الصدور اهي، الراجل فاككها لي من الفرخه، قطعناها كده. بسم الله ما شاء الله. هنفك بقى منها الاول الايه؟ الفيليه. لازم تفكي. بصوا شايفين الجزء ده احنا بنعمله ستريبس. ده احلى جزء بيتعمل في الفرخه، بيبقى ستريبس، بيبقى خطير. انا قعدت فككتهم منه، يعني ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر يعني. اهو. يلا ما شاء الله. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة حل بها العقد وتنفرج بها الكرب ويفتح لنا بها ابواب الفرج، اللهم امين. هنا هنعمل بقى ده، هنعمل بقى مع بعض دلوقتي التتبيله بتاعت ايه؟ شاورما الفراخ. هنقطع الصدور كده زي ما انتم ما شايفين، قطع كل صدر 3 قطع، تمام. وقطعوا بقى شرايح كده، بصوا، مع شويه بقى بطاطس، مع شويه رز بسمتي. بتبقى خطيره وبتبقى جميله وبألف هنا وشفا.
وهعمل معاكم ان شاء الله برضو في مره التوميه اعلمكم ازاي تعملوها، خطيره وسهله جدا وبتطلع احلى كمان من بتاعه المطعم. اهو قطعت ما شاء الله كميه وفيره، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني. قطعنا اهوت. يلا بينا بقى ننزل بالتتبيله اللي احنا هنعملها فيها. ادي شويه توم باودر، تمام. وهننزل ببهارات الفراخ وشويه ملح وشويه فلفل اسود. طبعا انا يعني الملح والفلفل الاسود ده اساسي معانا كده في كل التتبيلات، تمام يا جماعه. وادي دي شويه توم، فص واحد توم. برضو ده بقى بيحلي لما بيبقى بقى هو موجود التوم اساسا لوحده كده. دلوقتي بيعمل، انا ما كنتش الاول بحبه في الاكل، الايام دي بقيت بحبه. حطيت شويه زيت، حطيت معلقتين زبادي ومعلقه مستردة وشويه هوت صوص وقلبته كده ما شاء الله. بقى دي تتبيله الشاورما معانا، وحطيتها في الطبق اهوت ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. وعصرنا عليها ليمونه. نخش بقى على تاني وصفه. تاني وصفه هتبقى معانا الايه، الستريبس. احنا معانا كده كده الفصوص اللي احنا طلعناها من الصدور، قطعنا بقى كده كل صدر قطعتين وطلعنا منه قطع الستريبس اللي احنا زي ما احنا ما عايزين. بصوا اهو ما شاء الله كده طلعنا شويه ستريبس. انا عايزه اقول لكم ان احنا كلنا منه النهارده كان جميل بالف هنا وشفا يعني على قلبنا. وجبنا بقى اللي احنا كنا مفصصينهم ده نص كوبايه ميه، هننزل فيها بملح وهننزل فيها بشويه بابريكا وشويه فلفل اسود وشويه بصل بودر، تمام. ودي وشويه بهارات فراخ اهوت وهوت صوص. وخلاص كده هنحطهم وهنسيبهم بقى في الطبق كده يتقلبوا. دي كل بقى ما تقعد في الفريزر كده في التتبيله. ودي طبعا الليمونه اللي لا غنى عنها يعني، كل ما تسيبيهم يقعدوا في التتبيله كل ما يبقوا احلى واحلى واحلى. ودي طبق الكبد بقى، يعني الكبد والقوانص ديت انا هعملها ازاي؟ هعملها بشويه بصل كده. معانا بقى اخر ايه، اخر صدر هنعمل فيه احنا ايه دلوقتي؟ هنضربه في الكبه، هنعمل بيه كفته اهو. ضربته ضربه كويسه قوي 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 قوي. هنزل بقى اجيب بقى بصلايه وهجيب شويه فلفل، شويه اللي هو فلفل الاحمر، بس انا كنت مخزناه يعني ضرباه في الخلاط فانا حاطاه قدامكم اهوت. وهننزل بالبصلايه وشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بقسماط وشويه دقيق عشان يشربوا الميه بتاعه الفراخ، فاهمين؟ ولو برضو بقى شويه ميه في الخلطه اللي انا ضربتها ديت اللي هي بتاعه البصل والكلام ده، انا كده كده عصراها. لازم تعصري شويه البقسماط اهوت. هحط شويه دقيق وهقلبهم بقى، اعجنهم كده عجنه كويسه وهنصبحهم نعملهم كفته. كفتة الفراخ دي بتبقى زي العسل، جميلة 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 جميلة. انا دقتها حوالي 3-4 مرات وفي كل مرة كانت بتعجبني وكان بيعجبني طعمها. وكده يعتبر احنا خلصنا الوصفات. اتفرجوا كده بقى معايا على الشكل النهائي دوت. هنا كنت بوريكم اول حاجة دي الستريبس، دي الفراخ بالبصل، ودوت الاجنحة اللي هنعملها مشوية، وادي كفتة الفراخ، وادي الشاورما، وادي الشيش طاووق، وادي الكبد والقوانص. فانا عايزه اقول لكم الطريقه دي موفره، وعايزاكم ان انتوا لازم تلحقوا تجيبوا الحاجات دي على طول قبل ما رمضان يدخل علينا، لان لو رمضان دخل صدقوني الحاجه هتغلى جدا. ولازم نبتدي نعمل التفريزات بتاعه رمضان، وبألف هنا وشفا. ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم، وينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالخير واليمن والبركات يا رب، اللهم امين يا رب. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اشتراك ومتابعه في القناه، وما تنسوش تسيبوا لي اللايك وتقولوا كومنتاتكم ورأيكم في الوصفات.